يا أهلا بيك يا بطل. لو بتحب القصص التاريخية الحقيقية اللي فيها أكشن نار، إثارة تخليك على طرف الكرسي، غموض يجنن، وتشويق يحبس الأنفاس، دوس لايك دلوقتي، اشترك في القناة، فعل الجرس عشان متفوتش القصة دي. قصة حقيقية 100% من قلب تاريخ مصر، مليانة دم وخيانة وتضحية أسطورية. ليلة التحدي، ليلة حلقة السواد فوق أسوار طيبة العالية، مدينة آمون رع المقدسة، عاصمة الجنوب الحر. الريح بتعوي زي ذئاب جعانة في الصحراء الواسعة، والنجوم بتلمع باردة فوق النيل اللي ساكت، بس مياهه مليانة غضب مخيف زي ما بيحس باللي جاي. راجل واحد واقف لوحده على السور العالي، درعه البرونزي ملطخ بدماء قديمة جافة ودماء جديدة لسه سايلة. سيفه الخبش المنحني في إيده اليمين يلمع تحت ضوء القمر البارد زي ناب أسد جاهز للفتك بأي عدو يقرب. دم نازل من جرح مفتوح في جبينه زي نهر صغير أحمر، بيرسم خطوط على وشه اللي مليان ندوب قديمة، بس هو مش بيرمش ولا بيحرك عضلة. عينيه جمر مش هتطفى مهما حصل. فجأة من بعيد في الشمال بوق حربي رعيب يقطع سكون الليل زي صرخة موت. بوق الهكسوس، الغازات البرابرة، صوت الموت نفسه بيعلن إنهم قربوا. جيشهم زي بحر أسود بيغرق كل حاجة قدامه. الملك يرفع راسه ببطء شديد، عضلات رقبته مشدودة زي حبل حديد، صدره بيطلع وينزل بسرعة من الغضب، ويطلق صرخة حربية تهز الأسوار والأرض والسماء كلها. هنا طيبة، وطيبة مش هترجع أبدا. الصرخة دي بترن في صدور الجنود اللي واقفين تحت، بتشعل فيهم نار ما كانتش مطفية أصلا، نار المقاومة اللي هتغير تاريخ مصر كله. ده مش ملك عادي يا جماعة، ده سقننرع توآ، الملقب بالشجاع، فرعون الأسرة ال17 اللي حكم حوالي من 1558 إلى 1554 قبل الميلاد. الراجل اللي قرر يقف بجيش صغير شرس جدا، أقل عددا وأقل تسليحا من العدو، ضد إمبراطورية هكسوس عملاقة ملهاش نهاية. جيشهم زي الجراد بياكل كل حاجة خضرة. روح الرجالة دي كانت حديد مش بيتكسر، ودم سقننرع هو اللي هيبقى الشرارة اللي تولع ثورة التحرير الكبرى اللي هتكملها ولاده وترجع مصر موحدة وقوية تاني. مصر تحت الاحتلال، الظلام اللي غطى الأرض المقدسة. نرجع بالزمن شوية كبيرة لسنة 1650 قبل الميلاد تقريبا، بداية الفترة الوسط الثانية، عصر الاحتلال الأجنبي الأول في تاريخ مصر. الهكسوس شعب غازي من أصول آسيوية، ربما خليط من الحوريين والكنعانيين والساميين، اقتحموا الدلتا الخصبة زي عاصفة مدمرة ما ترحمش. عندهم تكنولوجيا حربية جديدة مرعبة مصر ما كانتش تعرفها قبل كده، مركبات حربية خفيفة تجري زي البرق، تجرها خيول قوية بتحمل مقاتلين بيرموا السهام وهم بيجروا، كاسي مركبة طويلة المدى بترمي السهام المسمومة من مئات الأمتار، سيوف برونزية أحد وأقوى من السيوف المصرية النحاسية، ودروع أفضل. في 100 سنة بس سيطروا على الشمال كله، بنوا عاصمة قوية في أواريس، تالت دبع دلوقتي، حصن عملاق محاط بخنادق وأسوار، وفرضوا حكمهم على المدن زي منفيس وبوباستيس. الفراعنة الأصليين في الجنوب في طيبة بقوا ملوك تابعين، بيدفعوا جزية تقيلة كل سنة، ذهب، حبوب، عبيد، ماشية، عشان يعيشوا وما يتمسحوش من الخريطة. مصر أعظم حضارة في العالم انقسمت نصين، شمال محتل بالكامل، ثقافتهم الغريبة بتتسلل، آلهتهم زي ست وبعل بيبدأوا يتعبدوا فيه، والجنوب حر بس ضعيف، مهدد بالسقوط في أي لحظة. الشعب بيئن تحت الضرائب اللي بتكسر الظهر، الفلاحين بيشتغلوا عشان ياكلوا الغزاة، المعابد بتنهب، والكرامة المصرية مدوسة يوم ورا يوم. الغموض كان يغطي كل حاجة. إزاي الغزاة دول وصلوا فجأة كده؟ هل في خيانة داخلية ساعدتهم يدخلوا الدلتا بسهولة؟ الأسرار دي لسه مدفونة في الرمال والآثار لحد النهاردة. لو القصة عجبتك دوس لايك